وازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين. متنسوش في بدايه الفيديو تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو النهارده يا شباب عن التحديث الجديد في مهمه نزلت في الانجازات. هشرح لكم المهمه دي بالتفصيل تعملوها ازاي. بس اول حاجه ما تنساش تعمل لايك للفيديو. يا ابني اعمل لايك، انا شايفك سمعت الكلام ومش عايز تعملها. خلاص عملنا لايك جميل. لو انت جديد بقى معانا في القناه تعمل اشتراك لاخوك. يلا بينا نخش على المهمه على طول. طيب هي دي المهمة يا شباب، اسمها زراعة العناصر. والمهمة دي طالبة منك أول حاجة تعملها هتقتل 6 لاعبين فوق في المدينة بتاع المود. وتاني حاجة تفتح صندوق الجرس حشد الأرواح. والصندوق ده هوريلكوا دلوقتي يا شباب الجيم بتروحوا له ازاي أو بتجيبوه ازاي. وآخر حاجة طالباها منكم يا شباب إنكم تستعملوا المهارة اللي هي بتاعتك في المود مرة واحدة بس، أيا كانت بقى ايه المهارة اللي انت بتستخدمها، سواء النار، الغزالة، الهواء أو المية. مش مهم نوع السكيل اللي انت تستخدمها، المهم تستخدمها على الأقل مرة واحدة بس عشان خاطر يبقى حققت تالت شرط في المهمة. وبكده يبقى معانا فاضل بس مهمة اللي هو فتح صندوق جرس حشد الأرواح. والمهمة دي بقى يا شباب أنا هعملها في إيرينجر وليها أكتر من مكان، بس أنا هوريكم مكانين أنا عملتهم فيها. المكانين دول بيبقوا سهلين جدا وقريبين من خط الطيارة دايما لأنهم في وسط الماب. وأول مكان معانا يا شباب هو جنب بوشينكي على الخط، جنب بوشينكي وجنب جاتكا كده في نص المكان ده بتلاقي العلامة الصفرا ديت موجودة وفي عد تنازلي. أول ما العد التنازلي ده بيخلص انت بتروح تفتح الصندوق زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي، وكده بتتحسب لك واحدة. تقدر تفتح أكتر من واحدة في الجيم عادي، بس انت وحظك. يعني أنا عملتها على جيمين مفيش مشكلة. وده الصندوق اللي انت بتفتحه، بتروح جنب الصندوق وتدوس على كلمة اوبن، كده بيجيب لك ان هو فتح معاك اول صندوق. وهو في ليد حلو كمان يعني مفيش اي مشكله. اما المكان التاني بقى يا شباب معانا هو ما بين بوشينكي وسكول على نفس الخط كده في البيوت اللي في النص ديت. بيبقى برضه في موجود العد التنازلي وموجود العلامه الصفراء. اول ما الصندوق بينزل انت بتروح بعد ما العد التنازلي يخلص وبتستخبى، لان ساعات في ناس كتير بتروح عليه. فانت اول ما الصندوق ده بيظهر لك بالشكل ده بتدوس برضه على كلمه اوبن، وكده يكون انت خلصت الانجاز. ودي كانت تاني مره، بيطلب منك مرتين فقط، ودي كانت تاني مرة وهتخرج من الجيم على طول. والأفضل إنك تلعبها في وضع فردي أو في وضع زوجي عشان خاطر ما تخسرش نقاط كتير وتخش تعمل المهمة بشكل كويس جدا وتبقى سهلة معاك. كده يا شباب يكون انت خلصت المهمة، وأول ما تخرج من الجيم بالشكل ده تظهر معاك المهمة إن هي اتعملت في الجنب. وبس كده تخش تستلم المهمة، وكده انت عملت الإنجاز. متنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل اشتراك في القناة، واشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.